الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ومدبر أمور الخلق أجمعين. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو علام الغيوب، هو أعز مطلوب وهو أشرف مرغوب وهو غفار الذنوب. سبحان الذي بحبه تمحى الذنوب، وسبحان الذي تطمئن بذكره القلوب، وسبحان الذي طلب من كل مخلوق إليه يتوب. لا إله إلا هو سبحانه، لا إله إلا هو سبحانه، لا إله إلا هو سبحانه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مطالبون أيها الكرام، مطالبات أيها الكريمات، بتقوى الله في كل زمن وحين، بتقوى الله في السر والعلن، بتقوى الله في الليل والنهار، بتقوى الله في السر والجهار. التقوى هي النجاة، التقوى هي السلامة، التقوى هي مرضاة الله، التقوى طمأنينة، التقوى سكينة، التقوى رحمة، والتقوى بركة. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمي العيد عيدا لأنه يعود علينا بالعود الحمد وبالعود الجميل، ولكن هناك من يعود عليه العيد بالأحزان وبالدمار وبالشتات. فكم من إخواننا من لا مأوى له ولا طعم له ولا شراب له، ومن إخواننا من فقد أمه ومن فقد أباه ومن فقد ذريته، من إخواننا من فقد ماله ومآله وحصاده ورزقه، من إخواننا من تكبدت كبده وتقرح قلبه وفقد أعضاؤه، من إخواننا من تيتم، ومن أخواتنا من ترملت، ومن أخواتنا من لم تجد ما ترضعه فلم ترضعه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي وفقنا للصيام، والحمد لله الذي وفقنا للقيام، والحمد لله الذي وفقنا لذكره في القرآن، والحمد لله الذي وفقنا للخير والإحسان، والحمد لله الذي جعلنا من أتباع سيد الأنام. إياكم أن تعودوا بعد رمضان للعصيان، إياكم أن تعودوا بعد رمضان للإجرام، إياكم أن تعودوا بعد رمضان للآثام، إياكم أن تعودوا بعد رمضان للفحش والقبح والبعد عن الرحمن. فرمضان مدرسة الطيبين، مدرسة المباركين، ربيع المؤمنين. ومن عصى الله أو عزم على معصيته بعد رمضان فلا خير فيه. فكونوا وفقكم الله من الصالحين المصلحين، واصحبوا رمضان طيلة العام. فمن أسماء رمضان ومعانيه أنه يرمض الذنوب ويحرقها ويجعلك صفحة بيضاء. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا من العتقاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، هذا حديث صحيح. من أراد إخوتي أن يرى ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. إن الله ينزل العبد
ما أنزل العبد ربه في قلبه. قال عبد الله السكندري في الحكم العطائية: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما الله أقامك. واحمد الله أن أقامكم على الدعوة والدين، وعلى خدمة بيوت الرحمن، وعلى توعية الجالية المسلمة، وعلى الإرشاد والوعظ، وعلى البيان والتوعية، وعلى النصح والتزكية. وفقكم الله سبحانه وتعالى أن جعلكم من أهل لا إله إلا الله. وفقكم الله سبحانه وتعالى أن جعلكم متآخين متحابين متآزرين متعاونين لخدمة لا إله إلا الله وإعلاء كلمة الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عاد العيد على كل زوجين. معنا زوجان متخاصمان، ومعنا شابان متقاطعان، ومعنا أخوان متهاجران، فتصالحا وتسامحا، والصلح خير. من هجر مسلما فوق 3 فمات فله النار. لا خير في القطيعة، ولا خير في التدابر، ولا خير في الحقد والحسد، ولا خير في الضغينة والشحناء. فكونوا أحبة، فكونوا على قلب رجل واحد، وكونوا مؤمنين صادقين، واجعلوا هذه المضغة لله تعالى وحده. اطردوا من قلوبكم الدنيا والهوى والنفس والشيطان، فالموت قادم لا محالة. كل نفس ذائقة الموت. فالله أكبر، فالله أكبر، فالله أكبر. عاد العيد على الأسرة، والأسرة من الأسر، والأسرة أول مؤسسة تأسست في التاريخ الإسلامي. لما نزل الأب آدم ونزلت الأم حواء فتنازلا وتناسلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالأسرة شاء الله أن تكون محبة، وأن تكون مودة، وأن تكون طمأنينة، وأن تكون يا الله هذه الأسرة على التيسير لا على العسير، وعلى الائتلاف لا على الاختلاف، وعلى الوئام لا على الخصام. الأسرة في الإسلام تقدير واهتمام. الأسرة في الإسلام محبة واحترام. الأسرة في الإسلام أداء حق الزوجة، أداء حق الزوج، أداء الحقوق المشتركة. الأسرة في الإسلام تربية الأبناء على الكتاب والسنة. الأسرة في الإسلام خدمة الدين في البيت والمسجد. الأسرة في الإسلام عروة وثقى، هي عماد المجتمع. إذا أفلحت أفلح المجتمع، وإذا خربت خرب المجتمع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عاد العيد على الشباب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الشباب هو العمود الفقري للمجتمع. الشباب حركة، الشباب إرادة، الشباب حيوية، الشباب حياة، الشباب قوة. من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. إبراهيم كان فتى، وجل الأنبياء في سن 30 إلى 40 وقضوا أعمارهم في طاعة الله وشكر الله وعبادة الله. فلا تلطخوا أنفسكم بالزنا والخنا والربا والفجور والعلاقات غير الشرعية، فتمحق بركة الأعمار وبركة الأموال. قال ابن عباس: إن للحسنة علامات، نور في الوجه، وبياض في القلب، وقوة في البدن، وحب عند الناس، وتيسير في الأمور. وإن للسيئة 5 علامات: سواد في الوجه، وظلام في القلب، ومحق في البركة، وقلة في الرزق، وبغض عند الناس. الحسنة تنادي: أختي أختي، ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. والسيئة تنادي بضرتها: أختي أختي. فإذا عملت خيرا بعد رمضان فهذه علامة القبول، وإذا عملت شرا فهذه علامة الرفض عند الكريم سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عاد العيد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صفحات للمتعة والاستمتاع
ولكن الأكياس والفطناء والعلماء يجعلونها تجارة رابحة لن تبور. مواقع التواصل الاجتماعي منابر دعوية، منابر للتوعية، منابر للتزكية. مواقع التواصل الاجتماعي لإفشاء السلام وإطعام الطعام والتشجيع على الخير وصلة الأرحام لتدخلوا جنة ربكم بسلام. إياكم أن تجعلوها عقبة بعد موتكم، شاهدة عليكم بعد موتكم. ولا التعيس من ترك صفحة مليئة بالفجور وبالأغاني وبالاختلاط وبكل معصية. إياك أن تلبس نفسك أو تلطخ قلبك أو تسود صحيفتك بما لا يرضي الكريم سبحانه وتعالى. مواقع التواصل الاجتماعي اجعلها قنطرة إلى الجنة واترك أثرا طيبا كما قال سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اترك أثرا طيبا وبصمة حميدة في هذه المواقع ليترحم عليك بعد موتك وتذكر بخير بعد موتك، والسعيد من ذكر بعد موته بخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عاد العيد على النساء والفتيات. أرادكم الله سبحانه وتعالى أن تتزين بالحجاب، بلباس العفاف، بلباس الطهر. وإياكم والتشبه بغيركم، إياكم والتشبه بالعاريات الكاسيات. فالحجاب حياء، والحجاب زينة، والحجاب عبادة، والحجاب قربة، والحجاب جمال، والحجاب دلال، والحجاب شعار الإسلام. الصفور والفجور مجلبة للمحق وللعسر وللضنك وللظلم وللبعد عن الرحمن سبحانه وتعالى. لعنة في الدنيا وخسارة عند الموت وتعاسة عند لقاء الله وعذاب أليم يوم القيامة. إياكن أن تفتن المؤمنين، إياكن والفتنة، إياكن والزخرفة، إياكن والتعطر، إياكن والخروج سافرات متبرجات كاشفات عن أجسادكن، فالله جعل بينكم وبينه سترا فاستحيوا من ملائكته فإنهم معكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. العيد عاد على الدعاة، وعاد على الأئمة، وعاد على الخطباء، وعاد على العلماء. فكونوا خلفاء للرسل، فكونوا أصحاب محجة، وكونوا أصحاب حجة، فلا تلتفتوا للخلاف والردود، وسيروا في طريقكم إلى الله، وارشدوا عباده إلى الهداية لا إلى الغواية، وهيئوا لهم سبل الرشاد، وادعوهم إلى ما يبين لهم طريق الحق لا طريق الباطل. قربوهم إلى السنة، باعدوا بينهم وبين البدعة، هيئوا لهم أرضية يتعلموا فيها كتاب الله وسنة رسوله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. العيد عاد على المسؤولين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من تحمل مسؤولية فقام بها على الوجه الأكمل هنيئا له دنيا وأخرى، وسعد دنيا وأخرى، وكانت له حملا خفيفا، بل كانت له عونا على ميزانه وصراطه ولقائه بربه. وأما من خان الأمانة فبئسه وبئس العشير وبئس الصنيع. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والخيانة من علامة النفاق. المؤمن إذا اؤتمن ائتمن، والمنافق إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. العيد عاد على أصحاب الأموال. هذه الأموال ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. جعلكم الله من أصحاب الحال ومن أصحاب المال ومن أصحاب الغنى، فأنفقوا مالكم في الدعوة إلى الله وفي المساجد وفي التأليف والتصنيف وفي البيان وفي كل ما ينفع المسلمين. سخروا هذه الأموال فيما يرضي المولى سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بشر البخيل بحادث أو وارث كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله.
بشر البخيل بحادث أو وارث، والبخل مرض قلبي عضال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الكريم حبيب الله، الكريم قريب من الله، الكريم يحشر في زمرة الكرماء مع الرب سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى، يجالس على مائدة الكرماء كما قال أبو الوفاء ابن عقيل. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. آخر رسالة وآخر كلمة حتى لا أطيل على أحبابي: كونوا بارك الله فيكم خير سفراء لهذا الدين، وكونوا بارك الله فيكم خلفاء الله في الأرض، وكونوا بارك الله فيكم كالشامة بين الناس، اجمعوا بين جمال المظهر والجوهر، بين جمال القالب وجمال القلب، واجمعوا بين حب الدنيا والآخرة، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. حب الدنيا الموصل للآخرة، حب الدنيا الذي يجعلك من أهل الآخرة، حب الدنيا الذي يجعلك تعمل للآخرة. فالدنيا دار ممر لا دار مقر، ودار ابتلاء لا دار استواء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عاد العيد على إخواننا المستضعفين في كل بقاع العالم، عاد العيد على إخواننا المشردين في كل بقاع العالم، عاد العيد على إخواننا في غزة وغيرها، لأنهم مستضعفون ومعزولون، لا يرجون منكم سوى الدعاء والعمل على دعمهم وعونهم، فكونوا لإخوانكم عونا. فالدنيا دوارة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ومن سلم اليوم قد لا يسلم غدا. إذا كنت الآن تتلذذ برفقة زوجتك وأبنائك ومجيئك للمصلى، فكم من تكلى، فكم من يتامى، فكم من مرمل، وكم من ضائع مشرد هدم البيت وذهب المال وتقطعت به السبل. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى وزيدوا في شكره ولا تقنطوا من رحمته، إن الدين عند الله الإسلام. هاد الشمعة شعلها الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يطفئها. الله جل وعلا من تكفل بحفظ دينه وحفظ رسله وحفظ كتبه وحفظ الصالحين من عباده. اللهم احفظنا في ديننا، واحفظنا في نسائنا، واحفظنا في أبنائنا، واحفظنا في أموالنا. اللهم أخرجنا من الدنيا سالمين وإليك غانمين. ارضى عنا برضاك ويسر لنا هداك وحبب إلينا مسعاك. نسألك يا الله الأمن في البلد والصلاح في الولد والعافية في الجسد والاستعاذة من الحقد والحسد. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اشدد أزرنا وارفع قدرنا وتولى أمرنا وتولنا يا مولانا. كلنا يا الله وعافنا يا الله واغننا يا الله. اللهم اشف لنا الأمراض واقض لنا الأغراض واستر لنا الأعراض وأصلح لنا الأولاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والبر والتقوى والفهم السليم للدين. اللهم ارحم موتانا ومن سبقونا إلى الآخرة. اللهم أنزل على قبورهم شأبيب رحمتك وشأبيب عفوك. اللهم اجعلهم من أهل النعيم لا من أهل الجحيم، ومن المنعمين لا من المعذبين. اللهم عاملهم بالإحسان لا بالميزان، وعاملهم بفضلك وجودك لا بعدلك. اللهم ارزقهم شفاعة الأخيار وشفاعة سيد الأبرار. اللهم احفظنا من حشر الكفار وحشر الأشرار وحشر الفجار. اللهم اجعلنا مؤمنين طاهرين.
اللهم احفظنا يا الله من السوء والفحشاء، أخرجنا من الدنيا سالمين وإليك غانمين. اللهم من أنفق درهما أو أكثر فاخلف له يا الله، وعافه يا الله، وتوله يا الله. اللهم اجعل هذه الجماعة منصورة دنيا ودين، وارزقهم حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، واطرد الشيطان من ذات جنبهم. اللهم احفظهم من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم احفظ النساء واحفظ الفتيات واحرسهن يا الله، حبب إليهن الإيمان والقرآن وحب النبي العدنان، ونجيب يا الله من الفتنة والكفر والعصيان. اللهم إنا نسألك يا رب توبة قبل الموت، نسألك توبة قبل الموت، نسألك توبة قبل الموت. من له حاجة فقدها يا الله، من له دين فقده يا الله، من له مرض فاشفه يا الله، من له عاصي فهده يا الله، من له أسير فاطلق سراحه يا الله، ومن له حاجة فكن له يا الله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل وسلم على سيد المرسلين، وغفر الله لعبد قال آمين. الله يحفظكم سيدي. الله يحفظ الله ان شاء الله. تقبل منا، الله يبارك فيك. الله ينورك سيدي، بارك الله فيك. والله انه انت احسنت واجزت. شوف انسحب وسير اقضي. يلا السلام عليكم، الله يحفظكم سيدي حبيبنا. السلام عليكم. ويا راه تيسلموا فيه. الله يرضي عليك. الله ينورك، الله ينورك، الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يحفظك سيدي، بارك الله فيك. الله يحفظكم سيدي، الله يحفظكم. احبك الله الذي احببتني من اجله. الله يحفظك، الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يجزيكم بخير حبيبنا. يلا سلام اخويا. الزين ديالي سيدي، الله ينورك. السلام. ما قلتيش لي هذاك الشيء. كل عام وانت بخير.